وعندي لاطاي واعره. كنت لابسه واحد البيجامه غير قصيره وكيبان منها الخط ديال الستر ديالي. صافي الراجل بقى حال فمو فيا. السلام عليكم خوتي خواتاتي، معكم قصص بالحشمه. اليوم معكم قصه بحال كاع القصص، نتمنى تعجبكم. ما تبخلوش علينا بكومونتير وجيم الباج بتزيد تكبر، وكل نهار قصه زوينه وقصه شيقه. صاحبه القصه كتقول: انا اللي دخلت صاحب خويا لدارنا وحصلني خويا. السلام عليكم، سميتي إلهام، العمر ديالي 17 سنة. الأم ديالي والأب ديالي ماتوا في واحد الحادثة فاش كان في عمري 15 سنة. بقيت عايشة غير أنا وخويا الكبير اللي كانت في عمره شي 30 سنة. كنا عايشين بخير أنا وخويا الحمد لله. ولكن واحد المرة كان واحد صاحب خويا جا من الخارج وصون عليه باش يتلاقى معاه، ولكن خويا عرض عليه للدار، قال لي جي تشرب معنا اتاي ونرحبوا بك، ما فيها باس. صافي خويا علمني، قال لي شوفي غيجي واحد صاحبي وبغيتك تقادي الغدا. المهم بغينا نتهلاو في الضيف. صافي وافقت وقلت له واخا، على الراس والعين، انا غنقاد داكشي اللي قديت عليه. صافي عيط ليه وقال لي راه انا جاي. خويا خرج دغيا للحانوت يتسخر ورجع، غير خرج وتفاوت عليه بواحد شويه. دق الباب وانا نخرج وانا نحل، كيسحب ليا خويا اللي جا، ولكن مني حليت لقيت صاحب خويا هو اللي جا. صراحه كان زوين، اللحيه مطراسيه والشعر واللبس والعضلات، كان آية في الجمال ما شاء الله عليه. صراحة حمقني، خلاني بالعقل. بقيت كنشوف غير فيه، بقيت كنشوف فيه ويقول لي يا سلام. قلت ليه عليكم السلام، شكون انت خويا؟ قال لي انا صاحب خوك سعد. قلت ليه مرحبا بك اخويا، مرحبا بك، راه خويا خرج غير الحانوت يتغدى وها هو جاي. قال لي صافي ماشي مشكل. وحتى هو بقى حاضيني غادي وحاضيني. صراحة حيت انا وعندي لاطاي واعره، كنت لابسه واحد البيجامه غير قصيره وكيبان منها الخط ديال الستر ديالي. صافي الراجل بقى حال فمو فيا وعجبته الصراحه، وحتى هو عجبني. رجعت للكوزينه وانا تفكيري غير معاه. دق الباب وانا نخرج حليت، كان خويا. قلت ليه شوف الدري اللي كنتي كتسناه راه جا. قال لي صافي حليتي عليه الباب؟ قلت لي راه حليت عليه الباب وراه مريح في الصالون. صافي دخل عنده وبقاو مجمعين، قاديت كل شيء ولكن ما خاصنيش ندخل. صافي قديت كل شيء غير في الكوزينه، وخويا هو اللي كان كيتسخر. صافي ضايفناه كلا وشرب، بقى مجمع هو خويا واحد شويه وما يخرجوا. وفي النهار تاني يتصوني لي واحد النمره ما معروفاش عندي في الكونتاكت، هضر معايا ويقول لي السلام. قلت ليه وعليكم السلام، شكون معايا؟ قال لي نسيتيني؟ قلت ليه اسمح لي خويا ولكن راني ما عرفتكش، صاحب خوك سعد. قلت ليه ولكن شنو بغيتي؟ قال لي ملي شتك وانا ما جانيش الناس، بقى تفكيري غير معاك وفي ديك لاطاي اللي عندك. صافي بقيت كنضحك. قلت ليه واش منيتك؟ قال لي والله ما كنكذب عليك. قلت له ملي شتي النمره ديالي؟
قال لي خوك هات التليفون ديالو على تواصل. جا واحد النهار قال لي توحشتك بغيت نجي عندك. كان خويا خدام، قلت ليه واخا، وجا فعلا جا. تدق الباب وحليت عليه وهو يدخل. مع الدخله ما حازني الباب، هو يزهير عليا، بقى كيبوس فيا كيعنق.